السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. بتبدأ حكايتنا بتجهيزات جواز روبانزل، والمملكة كلها بتكون سعيدة وفرحانة لأن روبانزل بتكون بنت الملك والملكة، وكل واحد كان بيحتفل بطريقته، وكمان بيعلقوا لهم صور كبيرة وسط المدينة والناس كلها فرحانة. وجوه قاعة الفرح كانوا عمالين يعزفوا، وباسكال الحرباية كان عمال يحتفل وبيرمي الورود في كل مكان. وده بيكون صديق روبانزل المفضل، وماكس الحصان وده بيكون صاحب يوجين. وأول لما الأميرة بتظهر بيبدأوا يعزفوا من تاني، وروبانزل بتدخل القاعة هي وباباها. وأول لما يوجين بيشوفها بيكون منبهر بيها وبجمالها، وبيكون فرحان جدا. بس بعدها بالغلط في وردة بتدخل بمناخير الحصان، فساعتها بيعطس والخاتم بتوجع منه. وبتفضل الخواتم تمشي لحد ما بتخرج برا القاعة. بس في الوقت ده ماكس بيتنع وفلان رايتر ورابنزل بيطلبوا منه الخواتم، بس بيكونوا مصدومين عشان مش بيلاقوها. وقتها الملكة بتتعصب وبتزعق لماكس، وكبير الحرس كمان بيقول هتحصل معركة دلوقتي. بس بنعرف ان ده مش حقيقة خالص، وماكس كان بيتخيل اللي هيحصل. بس للأسف الخواتم فعلا بتكون ضاعت. فبيقرر هو وباسكال انهم يخرجوا بسرعة ويدوروا على الخواتم قبل ما يوجين وروبانزل بياخدوا بالهم. واتسحبوا فعلا بالراحة وخرجوا من القاعة. ووقت ما كانوا بيجروا ورا الخواتم وبيعرفوا ان كل خاتم بيروح في حتة تانية، فماكس وباسكال بيقرروا انهم ينفصلوا وكل واحد فيهم يجيب خاتم. وباسكال ساعتها بينط في حلة الصلصة، ولما بيطلع بيخوف الناس كلهم لحد ما بيوصل للخاتم فعلا. بس بعدها بيلزق لسانه في تمثال تلج، ووقتها بيقف مكانه وما بيعرفش يتحرك. وعلى الجانب الآخر كان ماكس لسه بيجري ورا الخاتم، بس هو بيجري خبط في عربية فيها هدوم حريمي ولبس بالغلط فستان وطاقية. وساعتها بقى جاله حصان وكان بيعاكسه، بس ماكس مسابوش وضربه ومشي. وفي نفس الوقت ده باسكال أخيرا بيخلص نفس المشكلة اللي هو فيها، بس بيكون عامل مشكلة أكبر، وهي إنه بيوقع على رجل الراجل، فالراجل وقع على الترابيزة. والتمثال لما وقع نزل على العربية، فطبعا بيطير ماكس ويطير معاه الخاتم. بس ماكس برضه ما بييأس وبيركب عربية تانية وبيفضل يجري ورا الخاتم. وباسكال هو كمان لقى الخاتم بتاعه ماسك في مصباح من المصابيح، فبيفضل باسكال يجري ورا الخاتم عشان يحاول يلحقه. بس للأسف المصباح بيختفي وسط المصابيح دي كلها. وعلى الجانب الآخر ماكس أخيرا بينجح إن هو يمسك الخاتم بتاعه. بس أول لما مسك الخاتم فضل يخبط في طاسات الناس، مسكها لحد ما في الآخر وقع بالعربية وطار. والمفاجأة بقى إن صوت الطاسات اللي اتخبط فيها ماكس كانت نفس صوت إطلاق الحمام. وفعلا ساعتها الحمام انطلق، والحمام ده كان إشارة عشان المصابيح تنطلق. وطبعا ساعتها المصابيح هي كمان بتنطلق، وكل اللي حاصل ده بيكون بالغلط أصلا، وده ما بيكونش ميعاد إطلاق الحمام ولا المصابيح. وباسكال ساعتها طالع مع المصابيح عشان كان لسه بيدور على الخاتم بتاعه. وأول لما أخيرا بيلاقي الخاتم وبيمسكه الحمام كله بيهجم عليه. وماكس هو كمان لسه بيوجع ويعدي من قدام باسكال. ولما باسكال بينزل على الأرض الخاتم بيطير منه، وبيفضل يخبط في حاجات كتيرة لحد ما في الآخر الخاتم بيطير ويمسك في رجل حمامة. وبسبب خبطة الخاتم في خشبة كبيرة بتقع على براميل العصير، والعصير كان منتشر في الشوارع وكان عمال يجري ورا ماكس وباسكال. وحاولوا كتير انهم يهربوا منه لحد ما اخيرا قدروا هما الاتنين انهم يمسكوا في حبل وبيطيروا في السما بعيد عن العصير. وباسكال مع انه طاير حاول يمسك الخاتم، بس للأسف برضه ما بيعرفش. فساعتها بيستخدم لسانه وبيقدر يمسك الخاتم. واخيرا بيقدر باسكال ان هو يجيب الخاتم بتاعه، وبيكون كده اخيرا هما الاتنين جابوا الخاتمين بتوعهم. وبعد كل اللي حصل ده بيدخلوا القاعة، والمعازيم وقتها بيكونوا مخدوعين من شكلهم المجرف. بس يوجين بياخد منهم الخواتم وبيلبسها أخيرا هو وروبانزل. ووقتها المملكة كلها بتحتفل، وحتى المساجين هما كمان كانوا فرحانين وعمالين يعيطوا. وباسكال وماكس بكده عملوا اللي عليهم وهيقعدوا عشان يستريحوا، بس بالغلط يخبطوا في التورتة فبتخرج برا القاعة. وهنا ماكس بيتصدم وما يكونش عارف يجيب له تورتة تاني ازاي. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة، وياريت تدعموني باللايك والاشتراك لاني لسه جديد على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.